باله زميل او منافس في المنتخب الجزائري معالي وزير الاتصال السيد عزيزو بصعود المنصه، من مدير الاهداف والبيتر، من ابن الممثل الشخصي لفخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بن خادم الذي اصر على حضور ابني حتى ينوب لانه لا يمكن الحضور بسبب التزامات الحمله الانتخابيه. نطلب منه الصعود ايضا الى الجلسه لتكريم احسن لاعب عربي لهذا الموسم. A été élu meilleur joueur arabe en 2008, mais également en 2007. Mais vu la succession des compétitions, que ce soit avec son club Ali ou bien avec la sélection égyptienne, il n'avait pas pu venir en Algérie pour se faire remettre son trophée. Et aujourd'hui, il prend les deux, celui de 2007 et celui de 2008. Et pour lui remettre le trophée, Slimane Rahou, membre de l'équipe nationale algérienne que Mohamed Aboutrika, avec l'équipe égyptienne, affrontera au mois de juin prochain ici en Algérie à Kida, ainsi que M. Azdin Mihoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'information, et le représentant de M. Abdelaziz Ben Khader, représentant personnel du président de la République. كلمة الشعب الجزائري للحضور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحضور طبعا مشكوركم جدا على مجيئكم طبعا، والتكريم ده انا بعتز بيه جدا. وفي نفس الوقت بشكر سليمان طبعا انه حضر التكريم ده، وده ينم على ان شاء الله المباراة القادمة بين مصر والجزائر تبقى في اطار الروح الرياضية، لان العالم كله بيقول الامة العربية والامة الاسلامية بتاع مؤتمرات وكلام. احنا عاوزين نترجم ده ان شاء الله في المباراة القادمة ان شاء الله، هيبقى على الملعب نترجمه للواقع. اتمنى ان شاء الله على يبقى المباراة على نفس الحدث ونفس الحوارات اللي تدور حوالين المباراة، يبقى على القمة الكروية الفنية على نفس المستوى. وانا بشكر طبعا مجلة الهداف على التكريم ده، وبهدي التكريم ده يعني طبعا الشعب الجزائري، لان الجزائر بصفه شخصيه من الدول اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، وبحب طبعا شعبها طبعا. وقبل ما ادخل بشكر الجاليه المصريه الموجوده، وبشكر السفير طبعا، بشكر الرئيس السفاره. بشكرك جدا، وده تكريم انا اعتز بيه جدا وبيحملني مسؤوليه في نفس الوقت. واتمنى لكم ان شاء الله حسن ظن، مش مصر بس، لا يبقى على الوطن العربي والاسلامي ان شاء الله، ونكون عند حسن ظنكم جميعا، ودي مسؤوليه وبشكركم جدا. شكرا على هذه الكلمات الطيبه التي تصدر من لاعب متواضع. ابقى معنا لانك ستكرم من وزير الشباب والرياضه الذي تعذر عليه الحضور، لكن الامين العام بالوزاره حاضر لتكرم بجائزه خاصه من وزاره الشباب والرياضه. فعلا الهدايا ستتهاطل عليك يا محمد يا بوتريك، لانك تبقى محبوبا لدى الجمهور الرياضي الجزائري. هذه الجائزه المقدمه من وزير الشباب والرياضه الذي تعذر عليه الحضور، ومع ذلك اصر على هذه الهديه التي تعكس تقاليد وتاريخ الجزائر. ايضا القميص المقدم من الاخضر بلومي لمحمد ابو تريكه، لاعب ابقى فقط معنا نظرا بعد شكرا سيدي، يبقى فقط معنا محمد ابو تريكه نظرا للالتزامات الاعلاميه، وحتى نسمح لزملائنا المصورين بالالتقاط صور تذكاريه
لوحدك فقط بهذه الكأس التي تلقاها اليوم بصفة أحسن لاعب عربي. إذا نسمح لزملائنا المصورين بالتقاط هذه الصور تذكارية. فقط زملاء الصحفيين يريدون ان يخطفوا منك كلمه، لانه يدركون بانك لا تتكلم كثيرا، تجيد لعبه كره القدم، لكننا نريد ان نعرف احساسك وانت تكرم هنا في الجزائر. جاءتك من الجزائر وفي فتره حساسه قبل مباراه الجزائر ومصر، نريد دقه اكثر، تصريح صحفي اكثر من تعبير الشعب. طبعا انا جاي من حاجه معينه، جاي طبعا نيابه عن جانب التكريم، ان انا يعني دايما الرياضه تخدمها لارساء حاجات معينه او ارساء حاجات معينه بتخدم وطنيتك، بتخدم عروقك، بتخدم اسلامك. ففي هذا السياق انا جاي من الامور، انا شايف ان الامور ان شاء الله ما تبقاش متوتره في لقاءات مصر والجزائر. في نفس الوقت بقول ان المجموعه مش مصر والجزائر بس، مجموعه معانا رواندا وزامبيا، فريقين على نفس المستوى. في نفس الوقت في 6 مباريات، الجوله الاولى خلصت، فاعتقد الناس ما تديش لقاءات مصر والجزائر اكثر من حجمها، لانها لقاءات ضمن مجموعه متكامله. اعتقد ان نتائج الفرق الاخرى مع بعضها اعتقد ان هي هتبقى لها دور مؤثر، ومباراه طبعا تعتبر درس بالنسبه لمنتخب مصر، وده دافع بالنسبه لنا ان شاء الله ان احنا نقدم مباراه طيبه ان شاء الله. سؤال اخير فقط، هذا هو فضول الصحفيين. الجزائر تعادل